بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حياكم الله. معكم ممثل مهام شركة مهام تور للحج والعمرة. نحن إن شاء الله تعالى نشارك في هذا المعرض، معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة في طبعته الثانية من عام 1447. القصد من هذا كله بارك الله فيكم هو عرض ما هو من اختصاصنا، يعني هو الحج والعمرة. طبيعة الحال نحن العمرة تقوم على الرحلات، على الأسعار، على الفنادق، على المرشدين، هذه هي ركائز العمرة. بالنسبة للرحلات، رحلاتنا غالبا مباشرة سواء من وهران أو من العاصمة، يعني رحلات مباشرة سواء الخطوط الجوية الجزائرية أو الخطوط ماذا السعودية، دخول المدينة الخروج ماذا جدة، هذا الغالب هذا الغالب. حيث الفنادق بحسب الطلب، لكن غالبها قريبة ميقات أجياد، يعني يبعد عن الحرم 300 متر أو 150 متر. صلاح أجياد يعني 700 متر، وبحسب الطلب، ويكون في الأسعار يعني بحسب الطلب الزبون، VIP اقتصادي متوسط على حسب الطلب، على حسب ماذا الطلب. بالنسبة لفروعنا الحمد لله عندنا فروع في العاصمة الأصل باب الزوار، وعندنا هنا فرع في وهران، وعندنا فرع في البيار، وفرع في بوسماعيتي بازا، وهكذا. بارك الله فيكم. فيما يتعلق بالإعاشة، هل المعتمر يجد مثلا طعاما جزائريا أم يجد أشياء أخرى؟ الحمد لله الحمد لله، يعني نعم متوفر في المكة الحمد لله، الإعاشات الجزائرية متوفرة الحمد لله، هذا موجود ولله الحمد لله. والمعتمر الجزائري هل توفرون له زيارات إلى الأماكن المقدسة سواء في المدينة أو في مكة؟ شوف، المعتمر يروح يدير فقط عمرة أم لا، فيه نوع من السياحة حتى يتعرف على هذه الأماكن التي يزورها؟ شوف، فيه يعني برامج خاصة، يعني جميع الوكالات تتفق عليها، مثل الروضة، مثل زيارات في المدينة، الصلاة في قباء، أحد، القبلتين، مساجد السبع، هذه يعني غالب الوكالات تتفق عليها. في زيارات زائدة، يعني زيارة زائدة مثل بئر غرس مثلا في مناطق بستان إلى غير ذلك، جعرانة، هذا لا جعرانة في مكة، وفي مكة يعني زيارة عرفة، مزدلفة، منى، هذه الزيارات متفق عليها جميعا بين الوكالات. وكما قلت لك مثلا زيارة طائف، ذهاب الحديبية، كسوة الكعبة، هذه زائدة إن شاء الله تعالى. حاولنا أن نفعل هذا، نجحنا ولله الحمد لله في تيسير مثل هذه الزيارات الزائدة. أنا أتكلم عن الزيارات الزائدة، أما ذيك الزيارات المتفق عليها هذه موجودة عند جميع الوكالات. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. فيما يتعلق أيضا بالمرشدين والوكالة، هل توفر يعني شوف، مرشدين عندهم كفاءة، يعني المعتمر لما يكون مع الوكالة تاعكم يكون مرتاح 100%؟ شوف، هي قاعدة المرشد هو الواجهة، هو ماذا؟ الواجهة، ومرشد اسمه فاعل من أرشد، أي يرشد إلى الخير. ولأن القصد من العمرة ما هو أن تؤدى العمرة على ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال لتأخذ هذا فعل أمر، لتأخذوا عني مناسككم. أخذ العلماء من هذا الحديث أن كل ما فعله النبي في الحج يعني يكون على الوجوب، يكون ماذا على الوجوب. فالمرشد لابد أن يمتاز بأمر، أن يكون له إحاطة علمية بأحكام العمرة، كما قال عمر: لا يدخل أسواقا إلا من فقه البيوع. إذا لا يدخل العمرة إلا من عرف أحكامها وأحاط بتفاصيلها، هذا أمر. ثانيا المرشد لابد أن يمتاز بسعة الخاطر وسعة الصدر، لأن هذه العمرة فيها مطبات، الحين هذه المطبات خارجة عن نطاق الوكالة، يعرف كيف يتصرف، يعرف كيف يمتص غضب يعرف أن يهدئه، يعرف كيف يقنعه بالأسلوب الشرعي الرزين. واضح يا إخوان؟ هكذا هذه من سمات المرشد، ويكون واقفا على المعتمر، يعني غالبا يكون كبار السن، يقوم على شؤونهم، يتفقدهم، يحاول أن يخفف عليهم، لأنه هو الذي الواجهة هناك ويعرف المدخل والمخرج. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. أحسن الله بكم، ونشكركم جميعا يا إخوان على قناة البلاد على هذا التعاون، هذه الاستضافة، وحياكم الله وأهلا وسهلا، جزاكم الله.